دخلت بعد كده في العربيات الجامبو اول ما مسكت الرخصه التانية، بدات اسافر بقى اسوان، جينا الاقصر، سوهاج، مش عارف ايه، بدات الف في جميع المحافظات. إيه. العربيه الجامبو كانت مرحله اللي هي خلتني الف محافظات مصر كلها بالكامل، من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها. عرفتني معالم مصر كلها، حتى بالكرة كنت ساعات بخش كرة جوه نفسها جوه. لفيت مصر بالعربيه الجامبو. فجت الله يرحمها والدتي، جت قالت لي طب انت دلوقتي معاك تانية، والناس اللي حواليك كلها بسم الله ما شاء الله راكبه عربيات نقل تقيل، وانت عندك الميول اللي انت تركب اي حاجه. يعني شايفاك الناس كلها بتشكر فيك، والحمد لله لحد النهارده ما فيش حادث تم منك على ان انت حادث ولا غير من ده. الحمد لله يعني انت واخد الامور ببساطه فبتنقل. قلت له والله انا اجيب اولى. فجبت بسبب الحاجه بسبب الوالده. الحاج. ورحت جبت الاولى وبدات اركب نقل، ركبت قلبات، تمام، وركبت جرارات، وبعد كده ركبت تريلا. مين اللي اصعب بقى، قلبات، جرارات، تريلا؟ اقول لك على حاجه طيب، يمكن الناس اللي في المهنه بتاعتي بالذات هتبقى عارفاها. انا لما ركبت الجرارات بالنسبه لي عشان كانت اول مره اركبها، فعلى طول بقت سهله في ايدي عشان اتعلمتها. اول حاجه. فحبيتها وتعلمتها في ثانيه، ما خليتش حد حتى علمها. مرشدين راح شمال راح يمين جاي فين، ابص على ديلي كويس، ابعادي كويس، بص مراياتي، خلاص سنطرت نفسي. إيه. لما جيت في يوم من الايام حبيت اركب تريلا، كنت حاسس ان انا راكب عربيه ملاكي. يا يعني التريلا اسهل بالنسبه لك من بالنسبه لي كانت سهله جدا بالنسبه لي عن الجرار. مع ان الاختلاف في الدركسون، يعني الشمال يمين واليمين شمال في التريلا. الجرار شمالك شمالك ويمينك يمينك. ده لخفنه عظيمه دي.